بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان دشنا وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح في مستشفى النوري لرعاية الأم والطفل المخيم الطبي المجاني بتمويل من جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت وتنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية ضمن مشروع الكويت بجانبكم. الوكيل مفتاح أكد أن المخيم يسهم في التخفيف من معاناة المرضى وثمن الدعم المقدم من قبل الأشقاء في دولة الكويت. ندشن اليوم المخيم الطبي مشروع القوافل الطبية بتمويل من الرحمة العالمية الكويتية الكويت إلى جانبكم. في الحقيقة هذه المخيمات تأتي في ظروف استثنائية يمر بها وطننا الحبيب، وهناك احتياج كبير لمثل هذه المخيمات التي هي في الحقيقة في الأخير هي تخفف معاناة الأسر الذين لا يقدرون أن يدفعوا أو يساهموا في العمليات، وأيضا لا يقدروا أن يسافروا خارج محافظة مأرب. الدكتور ناصر السعيدي نائب مدير عام الصحة والسكان والدكتور نزار بامحسون مدير مستشفى النورية أوضح أن المخيم يعمل على إجراء عمليات جراحية وتقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة للمرضى. ندشن على المخيم في مستشفى النوري لعدد 419 حالة لأمراض العيون واللوز مقدمة من الكويت إلى جانبكم بتنفيذ مستشفى النوري والتواصل ومؤسسة التواصل. نشكرهم في مكتب الصحة لما يقدموه للنازحين في هذه المحافظة التي تكتظ بالنازحين وما تمر به البلاد اليمن في هذه الظروف الاستثنائية، فشكرا للجميع. نحن في هذا اليوم دشنا افتتاح مشروع القوافل الطبية الذي تمونه مؤسسة الرحمة العالمية مشروع الكويت بجانبكم وتنفذه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية في مأرب. هذا المشروع هو يشمل 3 أشياء: مخيم إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بجهاز الفاكو، والمخيم الثاني هو مخيم تصحيح حول العين، والمخيم الثالث هو مخيم استئصال اللوزتين لدى الأطفال. يأتي المخيم ضمن القوافل الطبية التي تنفذها مؤسسة التواصل لإيصال الخدمة الصحية والرعاية الطبية المجانية للمواطنين من النازحين والمجتمع المضيف. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.